بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، فياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هي عودة امير مرتضى منصور وهروب اسوريو، اتحاد الكرة يتحدى الزمالك، ميدو يزف خبر صار. السلام عليكم. اول موضوع هنتكلم فيه هو عودة مرتضى منصور وهروب اسوريو من حسين لبيب. كان فيه صورة منتشرة في السوشيال ميديا ان امير واقف وقصاده اسوريو في احد المولات في 6 اكتوبر. البعض قال دي صورة قديمة، والبعض الاخر قال لا دي صورة جديدة. الجديد في المشهد ده هو ايه؟ ظهور ابن امير مرتضى منصور مع اسوريو. اسوريو طبعا اللي رفض الجلوس مع مجلس ادارة نادي الزمالك علشان يحل مستحقاته وازاي يسوي مستحقاته مع نادي الزمالك المتأخرة. الزمالك حاول التواصل مع اسوريو اكتر من مرة وهو ما بيردش عليهم، وفي نفس الوقت الزمالك بيحاول التواصل مع وكيله محمد حبشي برضه ما بيردش عليهم. المعروف ان الزمالك كان بيحاول يتصل مع اسوريو علشان يقسط مستحقاته، والراجل اسوريو اعطى اشارات ان هو موافق على التقسيط. بعدها اسوريو رفض التقسيط. بعدها ظهرت صورة امير مرتضى منصور مع اسوريو. بدأت الناس تقول ان امير هو اللي محرض اسوريو وهو اللي مقوي اسوريو وهو اللي واقف ورا اسوريو. بعد ظهور الصورة اللي ما بين امير واسوريو، ادارة الزمالك عرفت ان في حاجة كبيرة غلط وان اسوريو هيعمل حاجة معينة. بعدها سمعنا قصة جميلة قوي ان اسوريو راح الى اتحاد الكرة المصري علشان يسأل ازاي يقدم شكوى ضد نادي الزمالك. اتحاد الكرة المصري رفض ان هو يجلس معاه، حتى تواصل مع مندوب من نادي الزمالك ان هو يجي كمان، وجاب الفعل عبد الواحد السيد وخليل حسين وقعدوا مع اسوريو وقالوا له لو انت عايز تتكلم في مستحقاتك وفلوسك لازم تيجي نادي الزمالك وتجلس معانا وكل مستحقاتك كلها هتاخدها. من القصة ديت بيجي لك بتفهم حاجة واحدة أنا عايز أقولها، إن أسوريو كان موافق على التقسيط وسبب ما غير رأيه في إن هو يقسط مستحقاته وعايز فلوسه كلها وهو حوالي 300 ألف دولار. طبعا المبلغ ده موجود في نادي الزمالك ونادي الزمالك ناوي ان هو يديله فلوسه، ولكن نادي الزمالك كان عايز يديله مستحقاته على طريق التقسيط، ان هو يقسطها له. كان عايز يديله مبلغ مثلا في الوقت الحالي وبعد كده مبلغ في يناير وبعد كده يديله مبلغ في ابريل السنه الجايه، بحيث ان نادي الزمالك بيمر بظروف ماليه طاحنه، فعلشان لما هو يقسط يبقى عنده مبلغ معين يقدر يستفيد منه. وباذن الله المشكله ديت هتنحل قريبا. ده بالنسبه للموضوع الاولاني. الموضوع الثاني هو ايهاب القومي. ايهاب القومي ده عضو من اتحاد الكرة المصري. خرج علينا ايهاب القومي بتصريح مستفز جدا جدا جدا، وقال ان الثنائي محمد صبحي وفتوح مستمران في معسكر المنتخب الحالي. قرار خروجهم من المعسكر بيد المدرب البرتغالي فيتوريا. اتحاد الكرة لا يتدخل في تلك القرارات. احمد فتوح ومحمد صبحي من الاعمدة الرئيسية للمنتخب ولا يمكن التدخل في مصيرهم عقب قرارات الزمالك الاخيرة. طب احنا عايزين نفسر كل الكلام والتصريحات اللي قالها ايهاب القومي ده عضو اتحاد الكرة المصري. اول حاجة قال لك ايه؟ اتحاد الكرة لا يتدخل في تلك القرارات. اتحاد الكرة هو اللي قال لفيتوريا خد 2 لاعيبة فقط من الاهلي وسيب 4 لاعبين لان الاهلي محتاجهم في مباريات افريقيا. ده اتحاد الكرة. 2، اتحاد الكرة هو اللي لغى اجندة دولية كاملة علشان يعطي للاهلي راحة قبل ما يلعب مباريات افريقيا. ده تاني حاجة. اولا هو بيضحك علينا وراجل مستفز جدا في كلامه. وقال كمان ان احمد فتوح ومحمد صبحي من الاعمدة الرئيسية للمنتخب. اولا كلمة الاعمدة الرئيسية هي التشكيلة الرئيسية اللي هي ما بتتغيرش ابدا، واي حد في الاحتياطي سهل جدا ان هو يتغير. لو احنا قلنا محمد الشناوي انصاب ولا لا قدر الله مثلا، خلاص، وقدامك احمد الشناوي ومحمد صبحي، انت هتاخد مين؟ هتوقف مين؟ هتاخد
مش هتاخد طبعا محمد صبحي، مستحيل. هتاخد احمد الشناوي ان هو يبقى الحارس المرمى الثاني. يعني هو اصله مش من الاعمده الرئيسيه كما هو بيقول، هو راجل مستفز وبيقول كلام مش حقيقي. وبعدين قال كمان ان فتوح من الاعمده الرئيسيه. اذا كان اللي بيلعب كاساسي محمد حمدي، طب هو فين بقى من الاعمده الرئيسيه؟ هو بيقول ايه؟ وقال كمان لا يمكن التدخل في مصيرهم عقب قرارات الزمالك الاخيره. يعني قرارات الزمالك بياخدوها كده ويبلوها ويشربوا ميتها، يعني اركنوها على جنب. القرارات ديت مش هتهمنا خالص، ودي مش هنتعامل معاها اصلا. وفي نفس الوقت هو بيقول ان اللعيبه من الاعمده الرئيسيه والقرار في يد فيتوريا. مين المسؤول، انتم ولا هو؟ اتحاد الكرة مش عارف يقول ايه ولا ايه ولا ايه. والله ما انا فاهم. اتحاد الكرة ده اتحاد كرة ما عندوش شخصية، وكل يوم بحالة. وكل اللي هو كان بيعمله زمان هو ارضاء لنادي الاهلي، وده ظهر كتير جدا في مباريات كتيرة جدا لما كان بيلعب في افريقيا، وكان بيتأجل له مباريات كتيرة جدا. ودلوقتي جاي بيتكلم على الاعمدة الرئيسية، وجاي بيقول لك حط الكلام اللي انتوا عملتوه ده مع اللعيبة ما يلزمناش، وبالله اشربوا ميته وحاجات من النوعية ديت. ده اتحاد الكرة المصري، وده الكلام المستفز بصراحة. الموضوع الأخير اللي احنا هنتكلم فيه هو ميدو وخبر صار للجماهير. زف الإعلامي أحمد حسام ميدو خبر صار إلى جماهير نادي الزمالك بشأن فريق كرة القدم، وأكد على وجود خطوات جادة من أجل حل أزمة إيقاف القيد في القلعة البيضاء، وأنه يوجد مفاوضات حقيقية لتقسيط الغرامة على الأبيض. وأشار إلى أن القيد سيتم فتحه، وإن الفارس الأبيض في حاجة لعدة نجوم ويكون لديهم خبرات للحصول على بطولة. وأعرب عن رفضه تأجيل حل أزمة القيد في الانتقالات الشتوية القادمة. شو اسمعوها تاني. وقال هو أعرب عن رفضه في تأجيل حل أزمة إيقاف القيد في الانتقالات الشتوية القادمة، قائلا لازم القيد ينفتح. وشدد على أن الفريق سيتنافس على كل البطولات، ومن الفترة القادمة سيوجد مواجهات قوية، وإن الأهلي على الأقل سيفقد 15 نقطة في الفترة القادمة. ده بيعتبر خبر صارر جدا من ميدو، إن ميدو بيتطلب إن احنا لازم نفك القيد في يناير ولا ننتظر، ولازم نجيب صفقات يكونوا مثلا 3 أو 4 صفقات مهمين جدا عندهم خبرات بيساعدوك إن أنت تاخد بطولات قوية جدا. وقال لك إن بطولة الدوري هتكون قوية، وإن الأهلي كمان هيقابلوا فرق قوية، وهيخسر على الأقل 15 نقطة في الفترة اللي جاية. ده بالنسبة لكلام ميدو النهاردة، وده أنا بعتبره إن ده خبر صار جدا إن احنا نفتح القيد، لأن ده أنا بعتبره من أهم الأشياء إن إدارة نادي الزمالك إنها تتجه لها، وإنها تحاول تخلص الموضوع ده بأي طريقة. وفي نفس الوقت اول ما تفتح القيد هتقدر انك انت تشتري 3-4 لعيبه جدد، وبعدها كمان ممكن انك انت تبدأ تتجه الى المدير الاجنبي الفني اللي انت ممكن ان تتعاقد معاه. يعني الاول فتح القيد، بعد كده شراء لعيبه، بعد ما بتجيب اللعيبه القويه ديت بتبدأ انت بعد كده تقدر تجيب مدير فني قوي يقدر يقودك في الفتره اللي جايه باذن الله. ده يا جماعه بالنسبه للفيديو بتاع النهارده. فيا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.